والذي ما يبتلى أبد هذا من جثى جهنم والعياذ بالله، كما صحت بذلك الأحاديث. أبد ما فيه. إياك أن تنفلت من عذبة لسانك مثل هذه الكلمات التي قد تسخط الذي على العرش استوى. الذين يبتلون بمثل هذه الأمراض هذا دليل على محبة الله لهم، هذا دليل على محبة الله لهم. لذلك الله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا يقول جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قل جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء